أيمن بكنا مهباني خو، أهلا وسهلا فيك اهلا أستاذ وسهلا أيمن فيك. رضا. زيارتك الأولى لكردستان، اي والله زياره الاولى. وتحكي لنا عن فكرتك عن ثقافتك الموجودة باتجاه زملائك الأكراد الممثلين. شو شعورك كأول زيارة؟ والله اول زياره، انا اول شيء يعني بفتخر انه انا جاي على هاي المنطقه. من زمان كنت جاي احبها، بتعرفي انت يعني كمان عراقي راقي انا صح. يعني. فكنت كتير حابب اجي اشوف اربيل، وعندي اصدقاء كتير اكراد هون، كنا نتعاون سوا ببقعة ضوء بمجموعه من الكتابات. في جوان بهلوي كان يشتغل معي ببقعة ضوء ونشتغل سوا يعني على النصوص الحقيقة. بس أنا ضعت بالطيارة، ما عرفت أنه نهر يعني. بعدين صرت أسأل حتى عرفت الأنهر يعني. من زمان جاي على بالي شوف دجلة الفرات. من سنتين كنت بتكريم بابل، وزعلت كتير على العراق لأنه أنا زرتها ب79 ورجعت زرتها من فترة. كتير زعلت انه شفتها متراجعة كتير يعني. كانت اوروبا انا بعتبرها الشرق الاوسط. فان شاء الله يا رب هيك يرجع الامان لهالمنطقة برمتها يعني، الشرق الاوسط كله، ونرجع نشوف بلادنا قديش حلوة ونحسن نعيش فيها ونستغلها يعني بشكل جيد. انا من زمان بحب الشعب الكردي لانه شعب طيب ورأسا بيبني علاقات حب مع الاخرين. وبتعرفي نحن عنا اكراد بسوريا كمان علاقتنا فيهم جيدة جدا. وان شاء الله تلتغى هي شغلة الاكراد وعرب وسوريين، لانه نحن بالاخير كلياتنا بني ادمين يعني. يا ريت يتفكر بالانسان برات الطوائف وبرات هالقصص هي كلياتها. وانا من الناس اللي بدعوا لهذا الموضوع يعني. فان شاء الله تكون هيك يعني، نستمتع بتواجدنا معكم وتستمتعوا بتواجدكم معنا. شكرا لك. شكرا لك.